طبعا يا جماعة هذا اللي قدامكم ذيب. هذا ذيب تم اصطياده الليلة اللي فاتت في الليل. صداه طبعا جماعة أصحاب غنم، وصداه في الليلة اللي فاتت. الجماعة هذيل طبعا محوا غنم ومحوا حلال، فالذيب هذيه اعتاد على حلاله باستمرار، لدرجة انه هو صار مخرب لانه اعتاد عليه. فالذيب اللي اعتاد على شيء يصير مخرب، فاضطروا انه يصيدونه. هذا ثقيل، هذا ثقيل من اكل النعاج واكل الغنم. طبعا زي ما قلت لكم الذيب اللي صار مخرب لازم يتم صيده، يمكن تركته يخرب اكثر واكثر. والذيب مخرب خطير لانه دخل حوش او زريبة او حوش غنم، يذبح الغنم اللي فيها كلها وياخذ انعجه وحده فقط لا غير، والباقي ضامنه انه هيجيه. طبعا هذا من ذكاء الذيب سبحان الله، لانه ذكي. فهو خشته في الحوش، وهو عارف ان خشته للمكان مو بالساهل، فلازم يضمن عشاه قبل غداه. فهذا ذكاء في الذيب سبحان الله. فكر نابه يمكن أكثر عن 3 سنتي طوله، لأنه وحش من وحوش الصحراء هذا. ولكن يعز علي الذيب أنا والله. لكن اللي يصير مخرب هذا ويش تسوي له إلا أن تزيله، لأن هذا حلالك ومالك. والناس هذه متنقلة يعني على قد حالها، ما يقدر يسوي سياج مثلا أو يسوي حاجة، فمضطر إنه هو متنقل، ممكن سنة ويتنقل، شهر ويتنقل من مكان لمكان، يسوي حوش على القد. فالذيب يتتبع الغنم، خلاص ما هو تعود على الأكل وتعود على لحم الغنم، فصار مخرب. ما فيه طريقة إلا ما تصيده، ولو أخذت المكان بعيد وطلقته يرجع المكان تاني. يعني ذيب باين عليه انه سمين، وباين عليه انه هو يعني اكل حلال. فدايما اللي يصيد في الحلال والغنم يبين على جسمه. في ذيابة واجدة في الصحراء، ولكن الذيابة ما اعتادت على تجرأت انهجات مثلا الحوش او فهذه مش مخرب. اللي بعيد عنك ذا مش مخرب. المشكلة المخرب اللي يتعود على اكل الغنم، يجي مرة واثنين وثلاثة، فهم يعرفونه، يعني يعرفون انه ذيب، وذيب واحد فقط لا غير. طبعا هني هذا جر الفخ، هذا فخ جارة، عصر الفخ. طبعا لما صدوه كان مربوط في سلسلة، المفروض هو يعني ما أبعد، بس قطع السلسلة، انقطعت السلسلة، فأخذ الفخ ومشى في رجليه. ولكن الفخ ثقيل لأنه حدادي، فخ حديد، فخ تقليدي، فتتبعه
لحد ما جابوه. طبعا طلع بلفخ فوق هالضلع هذا. طبعا الناس هذه عندها مراح جمال. كيف استطاع أن يشد الفخ ويأخذ المسافة ذي كلها؟ فهذا دليل على شدة الذيب. العصب شديد. هذا مكان الفخ، هذا مكان الفخ هنا، صداف الأماكن هذا وهذا. وهذا طبعا هذه السلسلة مربوط فيها قالب. زيادة قطع الفخ، زيادة عن كذا إن الفخ حدادي حديد، الفخ تقيل، فقطع السلسلة ومشى.